سؤال: كيف أعرف مشيئة الله؟ عاوز يا سيدنا أن أنا أمشي تبع وصية الله وتبع، أعمل إيه؟ مش عاوز أسمع صوت البشر. حط ورقة على المسبح، أطلب علامة. في ناس يقعدوا يطلبوا علامات، يقولوا له لازم تعمل لي كذا، لازم تعمل لي كذا. لا، ربنا ما بيتكلمش بالعلامات، ولكن ربنا بيعلن إرادته يا أولادي بالطرق الآتية. أول طريقة هي روح الله القدوس اللي فينا. روح وانسكب وصلي واخف، وربنا هيعمل فيك معجزة. لما جت حكاية رغبتي في ان يبقى لي أبروشية علشان أرعى شعب، ما بقاش سكرتير بدرجة أسقف، رحت صليت وسمعت بقى أصوات. مصر، تاني يقول اسكندرية، وتالت يقول الزقازيق، والرابع يقول مش عارف ايه. صليت حاجة تدوخ، ولكن أنا لم أسمع صوت البشر. بنعمته دخلت وقفلت على نفسي وانسكت وسجدت تحت قدميه، قلت له عاوزني فين؟ فالصوت الإلهي دخل في قلبي، الكلمة اللي هينطقها البطرك اسمع. رحت نازل وطالع للبطرك في المطبعة، قلت له يا سيدنا، أنا علشان خاطر عندي بعض التعب والأمراض أحب أكون في مثلا أبروشية في مصر عتيقة، في حتة قريبة يعني، علشان أقدر أشوف المستشفيات الكويسة والدكاترة الأساتذة وكل حاجة. كمان الزقازيق طلباني بدرجة فظيعة جدا، ومشاكلهم اتحلت بنعمة ربنا في ظرف أسبوع، فأقدر أخدم فيه. واسكندرية عمالة شايلة وبتهبد وبتقول عاوزين فلان عاوزين فلان. بص لي كده وقال لي ولكن في شعب محتاج، وأنا حاسس إنك أنت بنعمة ربنا هتخدمه. قلت له مين يا سيدنا؟ قال لي ملاوي. قلت له خلاص. رحت في اليوم نفسه رحت كاتب في الجورنال: تقبلت من فم الله في برشية ملاوي. عملية صعبة دي، لأن المخ بيشتغل ولأن الإمكانيات. طب ده أنا راجل بتاع شباب جامعي وبتاع مناقشة رسالات ماجستير ودكتوراه وحاجات زي كده، أجي بلد ما فيهاش حتى كلية واحدة. عاجبك ولا مش عاجبك؟ هو كده، اسمعوا الكلام ده، عاجبك ولا مش عاجبك؟ إن كنت عاوز تمشي بمشورة دماغك هتهلك، ولكن إن عشت حسب إرادة الله فمبارك الله إلهنا إن هو يبقى قدامك في السكة بتاعته ويسهل لك طريقك ويذلل كل الصعاب أمامك. وحتى لو دخلت في ضيقات شديدة ومرة يقف بجوارك ويعطيك نصرة وقوة على كل الشياطين والأعداء. كيف أعرف مشيئة الله؟ الروح القدس اللي جوه. تعلموا يا أولادي إنك تدخل المخدع وتاخد. تدخل المخدع وتاخد، مش تدخل المخدع وتقول يا أبانا لازم تتواجد مهندسين يا رب ده خلي بالك مننا يا رب، مش عارف يا رب اتجوز البيت يا رب، شوف الوقت في الثانويه العامه. امين. اهدي صلاه، اهدي. دي صلاه بتاعت تسديد خان، اسمها تسديد خان. يقول القديسين ما تطلعش في السقف، ما توصلش للسقف، ترجع تاني كده. انما في ناس، وده اللي انا عاوزه منكم، اتعودوا. انا عارف ان العمليه صعبه، لان في كتير منكم مش متعود ان هو يناضل مع الرب. بيعجبني يعقوب قوي قوي، في صورة ليه حلوة في القاعة لما قعد يناضل مع الرب في شكل ملاك، وفي الآخر قال له لا أطلقك حتى إيه تباركني. إيه مبارك الإنسان اللي خدمته وتكريسه، اللي بيته وحياته مش للناس ولكن لله. سد ودانك عن انك تسمع اصوات البشر. اصوات البشر مزعجه ومحيره، ولكن الله وحده هو الذي يستطيع ان يقودك. لما يجي خطيب للبنت، الست الروحيه اللي فيها نعمه، ست اميره وقديسه بالفعل، تيجي الكنيسه
وتحضر في الخرس بتاعت السيدات، تسجد وتبكي بالدموع وتقول له دي بنتك تستلم عريسها من ايدك. يوم الرب عجيب قوي، يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. اذ يرى في قلبها اخلاص. تبص تلقى الخطيب الوحش اللي هو ولد بايظ وماشي ماشي بطال يزيحه، وتبص تلقى المختار اللي هيريح واللي هينميها في النعمه ويقودها هو وهي لحياه الخلاص الحقيقي، الرب يحطه قدامك. ده علامه واضحه. هنا بقى العلامه تيجي ان بعد ما امنا وبعد ان وثقنا وبعد ان ناضلنا واخذنا، يقوم الرب علشان يطمنك يقول لك ادي العلامات باينه اهي، واحد تقول مبارك اسمك يا الله، مبارك. دي اراده الله، الروح القدس اللي فيك. ثم الكتاب المقدس تفتح تبص تلقى الكلام اللي في الكتاب بيرن زي جرس بتاع الكنيسه، بيرن وبيقول لك تحب تزوغ من الايه، يقول لك لا هي دي، ترجع تاني ليها تلقاها منوره قدام عينيك كده. تعلم انه صوت الله من خلال الكتاب، تكلم في قلبك بالروح وتكلم في الكتاب ايضا من خلال الكلمه. ثم ايضا مشهوره في الكنيسه، كان لك اب اعتراف قديس وتقي، تقول له يا ابي صلي من اجلي، صلي من اجلي، ومن فضلك شوف الموضوع ده يا ابوي. يقول لك سيبوني يا ابني على المسبح وانا هصلي من اجله كتير، وابونا ده لا ليه مصلحه لا في هذا ولا ذاك، ده راجل بتاع ربنا. فتكون النتيجه ان يتفق روح الله مع كلام الكتاب مع كلام الكنيسه. هذا معناه ان اراده الله اعلنت لك. احترسوا من ان تقعوا تحت مشوره الناس.